احنا بتوع الاكلات السريعه. طاسه سريعه، طاسه كفته، بس ايه، حاجه كده وهميه، حاجه خرافيه، هتاكليها وهتدمنيها، وبجد هتعجبك وتعجب الولاد، وسهله جدا. علشان خاطر بقى زنقه المدارس وزنقه الدروس، وما بنلحقش نعمل اي حاجه، وما نفضلش واقفين طول النهار والليل في المطبخ، لا عايزين نقف نص ساعه نطلع احسن حاجه ونطلع بسرعه. طبعا عشان في يوم ايه، يوم الويك اند، نعمل فيه بقى شويه محشي، شويه حاجات كده من التقيله. انما احنا في ايام الدراسه مبقاش عندنا وقت. هنا انا كان عندي نص كيلو، انا مش هكدب عليكي بقى واقول لك ده احنا هنعمل من نص كيلو مش عارف ايه يطلع لنا ايه، لا. انا جايبه هنا كيلو لحمه مفرومه، نص احمر ونص من الدوش. النص اللي من الدوش دي بتكون رخيصه شويه. وكمان كان عندي قطعه كده من الدهون بتاعه اللحمه، كنت سايباها في الفريزر فطلعتها. هنا بقى النص كيلو والنص كيلو وربع كيلو، نسينا اهم حاجه، ربع كيلو من البرغل، مغسول كويس ومتنقي. وانا نقعته وبعد كده صفيته، لازم تعصريه كويس عشان الميه لو فيه هيفك، خلي الكفته تفك مش تبقى حلوه. اهم حاجه ان انت تعصريه كويس وتصفيه من الميه خالص. هنا حطيت معاهم قرن فلفل رومي او واحده فلفل رومي، وبصلايه كبيره، دول كلهم كده مع بعض عشان هنضربهم في الكبه ونخليهم ناعمين. لو انت ما عندكيش كبه، ممكن تفضلي بقى تدعكيهم مع بعض كده واحده واحده على ايديكي علشان تسمغ معاكي وتبقى حلوه. لازم الكفتة دي تدعكيها كويس جدًا، جدًا مع بعض عشان تسمّغ معاكِ. أمّا بقى قطع الفلفل اللي أنا باقطّعها دي، أنا هنا هاقطّع فلفل رومي وفلفل ألوان وطماطماية، وكمان معاهم، بس أنا عشان مش هاطوّل عليكم في الفيديو يعني، أنا هاقطّعهم كده، هاقطّع قرنين فلفل رومي، وهاقطّعهم عشان خاطر هنعمل بيهم إيه، الكفتة. طَب هنعمل الكفتة دي في الفرن؟ لأ طبعًا هنعملها زي ما شُفتِ كده في الطاسة، وهتستوي وتبقى حلوة، هتستوي وتبقى juicy وتحفة بجد، هتعجبِك جدًا، جدًا. لو أول مرّة بتشوفيني، أنا اسمي أمنية، وأتمنى تشتركي في القناة وتفعّلي زر الجرس علشان يوصلِك مني كل جديد. بجد تابعي القناة، فيها حاجات حلوة أوي هتعجبِك، وكل حاجاتي هتلاقيها سهلة واقتصادية وسريعة، لإن أنا أساسًا باحب أخُش المطبخ نُص ساعة أطلع أكون عملت كل حاجة. بس يا ستي، وما تنسيش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عشان البيت يكون فيه بركة وأنتِ شغالة كده في المطبخ، وكمان إيه، تستغفري كتير. هنا أنا جبت قطعة الدهون وقطعتها علشان أنا مش هاحطها في اللحمة، أنا مش هاحطها في اللحمة، أنا باقطعها عشان هاقول لِك دلوقتي هنعمل بيها إيه. أول حاجة طبعًا في فلفلاية دقلجت كده، ما تتخضوش يعني ما فيش حاجة. بس يا ستي، هنقطعهم كلهم كده ونحطهم في الطبق علشان لما نيجي نشتغل. هنا هاقطّع بقى البصلة دي، عايزة تقطّعيها صغيّر، عايزة تقطّعيها جوليان، قطّعيها زي ما أنتِ عايزة. أنا قطّعت هنا جوليان عشان أنا عايزة البصل يكون واضح، أنا عايزة الخضار يكون واضح، مش عايزاه يكون مفتفت أوي وما يبانش كده في وسط الكفتة لأ، لإن أنا كمان مش عايزاه يستوي أوي. وكمان الكفتة دي جرّبيها وممكن كمان تحطّيها في الفرن، يعني مش بس تشويها أو تحطّيها في الطاسة لأ، أنا المرّة الجاية هاحطّها في الفرن. هنا بقى مسكت البرغل الأول وضربته، نعّمته خالص، خلّيته زي العجينة كده، لإن أنا مش هاحط الكفتة بقى معاه تتضرب، أنا عايزة البرغل بس اللي يتضرب، تمام. وبعد كده نزلت على يعني أنا حطيت البرغل وحطيت البصلاية وقرن الفلفل الرومي في الكبة وضربتهم وفرمتهم ناعم خالص. بعد كده نزلت عليهم في اللحمة المفرومة، وهابدأ بقى أعجن، بس أنا طبعًا هنا مش هاجيب لِك العجن كلّه يعني. حطيت عليهم معلقة معلقتين ملح كبار، سوري، وحطيت عليهم شوية قرفة وشوية فلفل أسود، عشان هنا الكمية اللهم زد وبارك دي طلّعت معايا، يعني أنا كنت عايزة أوريها لكم على الميزان، طلّعت معايا حوالي كيلو ونُص، تمام. هنا بقى بدأت أعجن بإيديّا علشان أنا عايزاها تسمّغ مع بعض، عايزة الكفتة تتغلغل ويبقى فيها خيوط كده، علشان خاطر تبقى ماسكة كلّها متماسكة مع بعض، ولا هتحطّي عليها أي حاجة تاني، أنا هافضل أعجنها. أنا هنا جرّيت الفيديو بعد ما عجنت، والله قعدت أعجن بتاع ربع ساعة مثلًا والّا حاجة. بس هنا أنا كوّرت، وأنا باكوّر بقيت أدهن إيدي زيت وأكوّرهم وأعملهم كِوَر، ولازم ترتاح شوية، أنا هنا ما ريّحتهاش، لازم ترتاح معاكِ شوية. طبعًا أنتم عارفين إن أنا باحب الأكلات وأنا مستعجلة، فبدأت أكوّر ويالّا هوب وعملت على طول، لكن هي المفروض ترتاح شوية في التلاجة بعد ما تعجنيها. بُصّي هي عاملة إزاي، هي كلّها خيوط وجميلة جدًا، جدًا، بجد سمّغت مع بعض وكانت حلوة أوي، أوي، أوي. ونسيت أقول لكم في خطوة مهمة جدًا، اللي هي تحطّي نُص معلقة baking powder في العجينة. تمام، هنا بقى نزلت إيه، بشوية سمنة صغيّرين وشوية زيت، وبدأت أكعورها كده عشان تتحمّص، ما تحرّكيهاش على طول، يعني استني عليها شوية لمّا تاخد وِش من الجنب ده، وابدئي اعملي حُفرة كده في النُص في الطاسة. الطاسة دي عاملة زي طاسة الكفتة بتاعة السمين اللي إحنا بنجيبها من برّه. ونزلت بقى إيه، بالبصلة،
الاول واديتها تقليبه، وبرده ما حركتش الكفته خليها على حروف الطاسه. حاولي تعمليها في طاسه او صينيه كبيره علشان تطلع معاكي حلوه. صدقوني مش هتاخد منكم 10 دقايق على النار. وبعد كده نزلت بالفلفل. هنا انا عايزه الفلفل والبصل يقرشوا شويه، مش عايزاهم يكونوا طراي كده وناعمين، لا. انا عايزاها تبقى زي اللي احنا بنجيبها من طاسه السمين، هي دي اسمها طاسه السمين. بس طبعا انا عامله طاسه كفته بس، مش حاطه فيها ولا لسان ولا اي حاجه. بس يا ستي، ونزلت عليها بالطماطمايه الصغيره المقطعه. كل ده انا قطعته، بس طبعا ما ايه يعني ما جبتش المقطع ده. هوريكم يعني وانا قاعده عماله اقطع، مش معقول كفايه عليكم الفلفل. بس يا ستي، وسلقت بقى شويه مكرونه، وعملت لهم شويه صلصه، ونزلت على الكلام ده كله وحطيت عليه الكفته. وكانت استوت في 10 دقايق بالظبط. ما تنسوش تعملوا لي لايك.